السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من دروس الإحصاء. النهاردة إن شاء الله طبعا الإحصاء بالنسبة لثالثة ثانوي تعتبر مادة كويسة وسهلة جدا إن شاء الله. طبعا في ناس بتقول دي مثلا رياضة تقيلة على الأدبي. طبعا لا. طبعا هي فرع من فروع الرياضة عشان فيها حسابات وفيها جمع وطرح وحاجات زي كده. لكن هي تحت بند الرياضة، لكن مش هنعتبرها رياضة. الإحصاء دي عبارة عن تنظيم بيانات، مجرد بس بنظم البيانات اللي فيها. مجرد حاجتين، قانون ببقى عارفه وبعوض فيه بالآلة. فأنا يهمني إن أنا بستخدم الآلة خلاص كده وبعوض في قانون، مفيش أكتر من كده. يعني مفيش زي الرياضة اللي فيها إثباتات وده جه منين وليه، لا مفيش. كلها عبارة عن تنظيم بس، إن أنا أنظم البيانات بتاعتي وأحسب شوية الحاجات اللي هتيجي دي. فالإحصاء يا جماعة عبارة عن تنظيم للبيانات اللي هو بيديهاني وأطلع منها شوية نتائج بالقوانين. طبعا الإحصاء إحنا عندنا عارفين إنها إن شاء الله بتتكون من 5 أبواب كويسين قوي. طبعا مش هضيع الوقت واقعد اقول كل باب بيكون من ايه، هنقوله في وقته. اهم حاجه عندنا الباب الاولاني ده باب بيكون مضمون جدا ان شاء الله. في عباره عن اللي هو الارتباط، في درسين، الارتباط لبيرسون وارتباط لسبيرمان، 2 علماء ده باسمهم، وفي الانحدار. فانا عندي 3 حاجات المفروض ناخدهم ان شاء الله. فاحنا اول حاجه عندنا كده اللي هو الوحده دي بتتكون فيها درس اهو. الدرس الاول الارتباط، الدرس الثاني اللي هو الانحدار. الارتباط اللي هو فيه الحاجتين اللي احنا هنتكلم عنهم. فنيجي نشوف كده اول حاجه الارتباط واول درس. طب لما اجي اشوف الارتباط ده بيتكون من ايه؟ هو الاول يعني ايه كلمه ارتباط؟ انا عندي دلوقتي الارتباط. يعني ايه ارتباط؟ عايز افهم يعني ايه ارتباط. ايه مفهوم الارتباط بالنسبه لنا؟ حاولوا وانا بشرح كده ان شاء الله حاولوا تدوا اجابات مسبقه او نتكلم مع بعض، لكن يعني احنا دلوقتي قاعدين مع بعض في الحصه ونشوف كده كل حاجه معناها ايه. فانا عندي يعني ايه الارتباط؟ لو قلت في 2 مرتبطين ببعض. يعني ايه 2 مرتبطين ببعض؟ اي 2 نعرفهم في بينهم بعض ارتباط، يبقى كلمة ارتباط او مرتبطين يعني ايه؟ ايوه طبعا اول حاجة بنقولها من اللي يجي في مفهومنا كده الارتباط ده علاقة بين الاثنين. فانا بقول الارتباط ده اول حاجة هو علاقة بقى بين ايه وايه؟ الارتباط علاقة بين 2 زي ما اتفقنا كده. اوكي؟ طيب علاقة ممكن نقول بين حاجتين بالبلدي كده، أو بين شيئين، صح؟ وبالنسبة للإحصاء بنقولها بين متغيرين. ده بالنسبة للإحصاء كلام بكلام. يعني المهم إن هو علاقة بين طرفين، واضح كده؟ طيب أنا عشان أقول إن في علاقة بين 2، العلاقات دي ساعات بيكون أنواع، في علاقات قوية، علاقات ضعيفة، ما فيش العلاقات دي علاقات ما فيش خالص. طب هنفسرهم حاجة كده. لو انا قلت دلوقتي انا عندي مثلا الولد الصغير او الطفل الصغير وامه، هل في بينهم وبين بعض علاقه؟ طبعا في بينهم وبين بعض علاقه ومرتبطين ببعض جدا، ده في ارتباط جامد جدا، صح كده؟ الطفل الصغير ما يعرفش يعمل اي حاجه من غير امه، فانا بقول ان الطفل ده مرتبط بامه جدا، وطبعا امه مرتبطه بيه، فبقول في بينهم وبين بعض ارتباط، وارتباط جامد هنفسره دلوقتي. طيب دول حاجتين كده، الطفل زي ما قلنا كده وامه. طب لو قلت مثلا ان مثلا اللبان اللي عندنا خلاص، وانا بتعامل مع اللبان، في علاقه بيني وبين اللبان اللي عندنا؟ ممكن نقول في علاقه بيننا بس مش قويه قوي، يعني علاقه كده معقوله متوسطه، يعني بيديها حاجه مش ذات اهميه جامده، لكن ممكن يكون في علاقه، فدي بسميها علاقه، بس علاقه ضعيفه شويه. يعني ايه ضعيفه؟ يعني لو اللبان ده لو قفل مش هتاثر، ممكن اشوف غيره، لكن في علاقه بس ضعيفه كده، انا بعتمد ان انا اجيب من عنده الحاجه، بس لو ما كانش موجود هشوف غيره، فدي علاقه موجوده او مرتبطين ببعض ارتباط ضعيف خالص. طيب لو انا عندي مثلا الميكانيكي خلاص، وانت بقى انت والميكانيكي اللي جنب البيت، في بينكم وبين بعض علاقه؟ ممكن نقول مفيش علاقه خالص، انت بتحتاجوش، مفيش عربيه عندك فمش بتحتاجه خالص، خلاص العربيه عند بابا عند ماما، لكن انت لسه ما جبتش عربيه فمش مرتبط بيه. حتى لو جايب عربيه ممكن برضه مش مرتبط بيه، ممكن بيشوف عند واحد تاني خالص، لكن انت والميكانيكي اللي جنب البيت مفيش بينكم وبين بعض علاقه خالص ولا ارتباط. طيب العلاقات دي زي ما احنا شايفين كده خلاص بتبقى درجات، في علاقه قويه، في علاقه ضعيفه، في علاقه كذا وانواع. فانا عايز اعرف امتى تكون العلاقه دي قويه، امتى ضعيفه، نوعها ايه العلاقه دي. فما نيجي نشوف، طبعا قلنا العلاقه اللي هي الارتباط نفسه، فانا عايز اعرف الارتباط بين حاجتين دول قوي ولا ضعيف ولا ماشي ازاي ولا نوعه ايه، فهنفسر حاجه كده. لكن دلوقتي احنا قلنا الارتباط ده علاقه
خلاص كده بين اي حاجتين، بين متغيرين عشان نبقى فاهمين. اي اتنين بيربط بينهم وبين بعض علاقه فبنقول في بينهم وبين بعض ايه؟ ارتباط. طيب انا لو شفت بقى هتكلم عن حاجتين، هتكلم عن كميه الاكل والوزن. هل في بينهم وبين بعض علاقه؟ يعني الواحد لو ما اكلش هيتاثر، ولو كل كتير هيتاثر. طالما في حاجه بتاثر على الثانيه يبقى بقول في بينهم وبين بعض علاقه، وبالتالي في بينهم وبين بعض ايه؟ ارتباط. طيب انا عايز اعرف دلوقتي بين كميه الاكل والوزن ايه العلاقه بينهم او ايه الارتباط بينهم؟ بقول انا دلوقتي كل ما يزيد كميه الاكل يحصل ايه في الوزن؟ برضه يزيد الوزن، صح كده؟ هنزود كميه الاكل يزيد الوزن. طب لو قللت كميه الاكل يقل الوزن. يبقى الاثنين هم مرتبطين ببعض، كل ما يزيد حاجه تزيد الثانيه، خلاص كده؟ وكل ما تقل حاجه تقل الثانيه، يبقى في بينهم وبين بعض ارتباط، خلاص كده؟ طيب ده بالنسبه لكميه الاكل والوزن. طيب لو قلنا مثلا لو عندي حاجات بنشتريها، السلعه وثمنها. انا هتكلم مثلا عن شراء السلعه، لما اجي اشتري سلعه وثمنها، هلاقي ان كل ما يزيد ثمنها كل ما نسبه الشراء بتاعتي تقل، ماشيه بالعكس. وكل ما تقل ثمنها خلاص كده الاقي كميه المبيعات والناس اللي ما بتشتري بتزيد، فماشيين عكس بعض. لكن هنا كان لما يزيد كميه الاكل تزيد الوزن، بيزيدوا مع بعض او بيقلوا مع بعض. فبقول ان في هنا بينهم وبين بعض ارتباط طردي. يبقى الحاجه لو زادت مع بعض خلاص اهو، زياده او نقصان مع بعض، طالما بيزيدوا مع بعض بيقلوا مع بعض في ارتباط بينهم طردي. لكن لو واحده يزيد الثمن يقل قدره الشراء او عمليه الشراء بتاع السلعه دي، ماشيين عكس بعض، دي تزيد دي تقل والعكس. فبقول ده ارتباط ايه؟ عكسي. يبقى في طردي وفي عكسي. يبقى تاني يا شباب، امتى يكون الارتباط طردي وامتى يكون عكسي؟ لو في حاجه تزيد الثانيه يزيد معاها يبقى ده ارتباط ايه؟ طردي. لو حاجه هتزيد الثانيه تقل، ماشيين عكس بعض اهو، يبقى بسميه عكسي. يبقى العكسي من اسمه كده بيمشوا عكس بعض، حاجه تزيد الثانيه تقل، حاجه تقل الثانيه تزيد. الطرد بقى يا اما يزيدوا مع بعض يا اما يقلوا مع بعض، دي تزيد فالثانيه تزيد معاها، خلاص كده؟ دي تقل فالثانيه تقل معاها، زي قلنا كميه الاكل والوزن. واضح؟ طب الدرجات بتاعتي والمذاكره ودرجات اخر السنه، كل ما ازود مذاكره كل ما درجات اخر السنه تزيد، كل ما اقلل المذاكره كل ما درجات اخر السنه بتقل برضه، فدي بسميه ارتباط ايه؟ طردي. طيب لو طلعت مثلا سلم عالي، انا كل ما اطلع ادوار اكتر كل ما نفسي كده بيزيد ولا بيقل وبتعب؟ كل ما ازود ادوار كل ما نفسي يقل يبقى مش قادر اطلع، فدي تزيد تلاقي دي قلت، نفسي قل. في الحاله دي بسميه ارتباط ايه؟ عكسي. يبقى انا عرفت الارتباط دلوقتي نوعين، نوع طردي ونوع عكسي. طردي وعكسي ده بعرفه في الاسئله من الاشاره، يعني انا باجي احله، هنعرف دلوقتي هنحل ازاي. فلما اجي احل لو لقيت الناتج طلع موجب يبقى دوت طردي، لو لقيت الناتج طلع سالب يبقى دوت عكسي. يبقى انا بعرف دلوقتي النوع اللي احنا بنتكلم عنه ده اسمه النوع. يبقى نوع الارتباط لا اما يطلع طردي اذا كان موجب، لا اما عكسي اذا كان سالب. يبقى انا عندي يا جماعه في الارتباط نوعين اتنين بس، يا طردي يا عكسي. بعرفه منين؟ من الاشاره. يبقى الاشاره اللي هتطلع لي في الاجابات دايما دي بتحدد لي النوع بس، ما بتعملش اي حاجه تاني الا انها تحدد لي النوع. تاني يا جماعه، لو الاشاره موجبه يبقى النوع ايه؟ طردي، لو الاشاره سالبه يبقى النوع عكسي. واضحه كده؟ طيب لحد كده كويس قوي. طيب لما نيجي بقى للعلاقات اللي احنا قلنا عليها دي والارتباط، الطفل وامه. معايا يا جماعه؟ لما يكون عندي الطفل وامه دي علاقه او قلنا ارتباط بينهم قوي. طب هو الارتباط ده قوي بنسبه قد ايه؟ الارتباط ده قوي بنسبه 100%، مفيش حد يقدر يستغنى عن التاني خالص. الطفل ما يقدرش يعمل اي حاجه اللي لسه مولود ده الا امه اللي بتعملها. فانا بقول الارتباط بينهم ده بنسبه 100%. يبقى ده ارتباط قوي جدا. طب اقل حاجه لو مفيش ارتباط خالص زي الميكانيكي وانت دلوقتي مفيش علاقه بينكم خالص ومفيش ارتباط، هيبقى بنسبه كام في المية الارتباط ده؟ 0%. يبقى ده بنسبه ايه؟ 0. يبقى انا عندي هتبتدي بنسبه 0 واقصى حاجه لحد 100%. طيب كلمه 100% دي في الرياضه معناها 100 على 100، و100 على 100 دي معناها واحد صحيح. يبقى الارتباط دايما هيبتدي من 0 واقصى درجه تجيلي اللي هي واحد صحيح. واحد صحيح ده اللي هو 100%. خلاص يا جماعه؟
يبقى تاني الارتباط اللي هيجي لي من 0 إلى 1. يعني دايما هيطلع لي أرقام عشرية ما بين الصفر والواحد. يبقى خلي بالكم الارتباط دايما بينحصر ما بين 0 و1. يبقى أقصى حاجة هتطلع عندي 1. هنشوف دلوقتي من كام لكام. طب لما أقول من 0 ل1 خلاص يعني لازم يطلع رقم عشري. 9 من 10، 8 من 10، 90 من 100، 945 من 1000. المهم أرقام عشرية دايما. لو طلع لي إجابة أزيد من الواحد يعني مثلا 1.2 من 10 يبقى الإجابة دي غلط. نعرف إنها غلط وفي الاختيارات هتجيلي أعرف إنها غلط مباشرة. يبقى أنا خلي بالي من الإجابات اللي هتجيلي. أي حاجة تزيد عن الواحد يبقى غلط. طب هي ممكن تقل عن الواحد. طب إحنا قلنا القوة بتاعتها من 0 ل 100%. طب لو طلعت لي سالب، سالب ده اللي هو العكسي. يبقى أنا عندي كده كده من 0 ل1 لكن ساعات تطلع إيه؟ موجبة وساعات تطلع سالبة. طب معنى كده برضو إنها تطلع من 0 لحد الواحد بس سالب. يبقى في من 0 ل1 موجب وفي من 0 هتنزل بقى لسالب 1. فمعنى كده الارتباط ده بيبقى من سالب 1 لحد 1. هو الطبيعي بتاعي اللي هو من 0 ل1 بس ممكن يطلع موجب ويمكن يطلع سالب. فبنكمل خلاص يبقى من سالب 1 لحد 1. لحد كده اوكي؟ طيب يبقى انا عرفت دلوقتي الارتباط هينحصر بين 0 و1. طب ايه كلمة قوي وكلمة ضعيف والكلام ده كله؟ ما انا قلت واحد دي شوية حاجات عندي اهو. طيب تعالوا نبص حاجة. استنى. لو انا قلت كده عندي نوع الارتباط. احنا لما اتكلمنا عن الولد او الطفل ماشي. دلوقتي الطفل وامه قلنا الارتباط ده بدرجة 100% اللي هي طلعت 100 على 100 يعني 1 صحيح. ده اقصى حاجة. طيب انا في علاقات دايما هتبقى متوسطة تبقى قوية. هو اي ارتباط بين اثنين في اثنين مرتبطين ببعض على طول العلاقة دي او الارتباط ده قوي. قلنا في قوي زي طفل امه وفي لحد الصفر اللي هو اي واحد والميكانيكي اللي بعد البيت. خلاص كده يبقى بتبقى من 0 لحد كام؟ 1 صحيح. 100% اللي هي 1 صحيح. طب انا عايز اعرف بقى امتى تكون قوية وامتى متوسطة وامتى ضعيفة. احنا لو قلنا اللي عندي كده من 1 لحد 0 خلاص كده ماشي يا جماعة. طيب احنا الطبيعي بتاعنا ان احنا بنقسمها نصين. ده الطبيعي لحد نص من 0 لنص ومن نص ل1. اكتر من نص كنا دايما نقول مثلا قوي. ده في ناس بتقول كده. واقل من نص يبقى ضعيف. يبقى انا عندي النص اللي فوقيه من اول نص زي ما كنا بنقرب كده من اول نص فيما فوق خلاص كده قوي. اقل من النص لحد كده ضعيف. ففي ناس قالت لا احنا كده مقسمينها اتنين بس. طب ما في علاقه ولا قويه قوي ولا ضعيفه متوسطه. فاتقسمت لثلاث اجزاء. ماشي يا جماعه. احنا هنا بنقسم لثلاث اجزاء. اول حاجه انا عندي من الصفر ده لحد الواحد. الصفر ده ليه معنى والواحد ده ليه معنى هنقوله دلوقتي. خلاص كده. بس هم قسموها لحد 4 من 10 و6 من 10. قال لك كده من 0 لحد 4 من 10 ده ضعيف. من 4 من 10 ل 6 ده قوي. من 6 من 10 لقبل الواحد لا معلش ده متوسط. ومن 6 من 10 لقبل الواحد كده ده اللي هو قوي. ماشي يا جماعة؟ طيب تاني أنا عندي كده متقسمة أهي 4 من 10 6 من 10. ما بين 4 و6 ده متوسط اللي هو من 0 ل 4 اللي هو مش صفر خلاص كده ولا هنوصل لواحد. من بعد الصفر لحد ال4 دي ضعيف. ومن 6 من 10 لحد الواحد قوي. قال لك ده حالة خاصة لما يجي صفر ده يعني مفيش أصلا ارتباط. مفيش ارتباط أهو كلمة مفيش ارتباط دي بنقول عليه منعدم. مفيش ارتباط ده بيبقى ايه؟ منعدم. طب والواحد؟ الواحد ده وصل اللي هو نسبة 100% اللي هو كامل. ارتباط كامل أو بسميه ارتباط تام. فهنا عند الواحد ده بسميه ارتباط تام. يبقى القوي ده لازم يكون أقل من الواحد. خلاص؟ في قولان خلي بالكم دي تقسيمة كده يعني ما هياش ايه يعني علمية بحتة لا هو اتفقوا عليها. خلاص كده؟ ومش هتلاقوها مكتوبة قوي في كتاب الوزارة يعني كتاب الوزارة ما تعرضش ليها. فاحنا بنقول الستة من 10 دي في ناس بتعتبر ان انا عندي من صفر ماشي كده يا جماعة مش واخد الصفر معايا. اوكي؟ لحد لو اعتبرت الارتباط ده بسميه ره. الرمز بتاع الارتباط يا جماعة بسميه ره. او معامل الارتباط هنقول دلوقتي. المهم ان من صفر لحد الستة من 10 دي لحد ال4 من 10. تاني يا جماعة يبقى من صفر
من 0 لحد 4/10. خلاص كده؟ وفي ناس بتقول خد ال 4/10. يبقى من 0 ل 4/10 ده اللي هو ايه؟ ضعيف. طب ومن ال 4/10 لحد ال 6/10 يبقى انا عندي ده ضعيف وهنا متوسط. هيختلف بقى، في ناس بتقول لك حط دي خد معاها 6/10. لا ما تاخدهاش، كلها اقاويل كلها مش هتفرق، مش هتجي لنا في الامتحان لا 6/10 بالظبط ولا 4/10 بالظبط. خلاص كده؟ وحتى في الاختيارات ما بقاش يعني في سن ضعف كده فيها ان يقول لك دي قوي ولا ضعيف ولا كذا. بيجيب لك اللي هي قوي، دي بتيجي كتير لان القوي دي دايما بيجيب لك في الامتحان 7/10 8/10 9/10، فدي واضحه ما فيهاش قولان انها ايه؟ قوي. يجيب لك حاجه 2/10 3/10 دي ما فيهاش قولان ضعيف. اما المتوسط دي في الاختيارات دي حاجه نادره انها تيجي لانها زي ما قلنا كده ما هياش حاجه اساسيه ولا قانون. طيب انا عندي من 6/10 ماشي يا جماعه ر لحد قبل الواحد، يعني مش هاخد الواحد. في ناس بتكتب كده 99% مش شرط، ما ممكن تطلع كده. يبقى المهم انها قبل الواحد على طول، دي بسميه ارتباط ايه؟ قوي. يبقى انا عندي دلوقتي خلي بالكم ضعيف ومتوسط وقوي دي اوكي، دي بسميها درجه الارتباط. يبقى درجه الارتباط عندي 3 حاجات، يا اما ضعيف يا اما متوسط يا اما قوي. امال النوع بتاع الارتباط حاجتين، يا طردي يا عكسي. طردي اذا كان موجب وعكسي اذا كان سالب. يبقى هنلخص اللي قلناه ده كله. خلاص كده؟ ان الارتباط دلوقتي هي علاقه بين اي حاجتين بنسميهم متغيرين. المتغيرين دول هنسميهم اي اسمين، س وص. دايما اي حاجه هتجيلنا في الاحصاء س وص. خلاص كده؟ فالارتباط ده قلنا علاقه بين الاثنين دول. طب الارتباط ده انواع، يا اما ايه؟ يا اما طردي يا اما عكسي. امتى بيكون طردي وامتى بيكون عكسي؟ طردي لو موجب وعكسي لو سالب. طب ده النوع. طب لما يجي للدرجه، الدرجه دي يعني قوته قد ايه؟ درجه العلاقه بيننا ضعيفه ولا قويه ومتوسطه؟ فاحنا بنقول قسمناها من 0 ل 4/10، من 4/10 ل 6/10، من 6/10 للواحد، بس طبعا ولا بناخد الواحد ولا بناخد الصفر. قلنا لو صفر يبقى منعدم ما فيش ارتباط خالص. لو واحد ده الارتباط الكامل او بسميه تام، ارتباط تام. طب انا عندي برضو احنا قلنا عكسي صح كده وطردي موجب وسالب. فانا لو جالي كده الارتباط ده لو جالي موجب واحد ده بسميه ايه بقى؟ ارتباط طردي عشان ديت وتام عشان واحد. طب لو هو عكسي كده بسميه عكسي تام. عكسي تام. واضح يا جماعه؟ يبقى الاشاره دي بتعني عكسي او طردي، الاشاره عكسي او طردي، لكن الواحد هو اللي بنقول عليه تام. واضح يا جماعه؟ طيب لحد كده اوكي؟ نشوف حاجه جديده. هنشوف حاجه جديده كده مع بعض. دلوقتي الملاحظات اللي احنا قلنا عليها دي كده ان شاء الله. بصوا معايا. بيقول لك لاحظ ان قيمه ر، احنا قلنا ر دي اللي هي الارتباط او القيمه بتاعت الارتباط نفسها، او هنسميه بعد كده معامل الارتباط، بتكون موجبه في حاله الارتباط الايه؟ الطردي. خلاص؟ موجبه. وبتكون سالبه في حاله الارتباط العكسي. بيقول ان ر دي بتساوي صفر في حاله الارتباط المنعدم، ساعات نسميه المنعدم وساعات نسميه صفري. لو ر طلعت بتساوي واحد يبقى ده ارتباط طردي تام عشان موجب واحد. خلاص كده؟ هو تام بس عشان موجب يبقى طردي تام. طب لو ر بيساوي سالب واحد في الحاله دي بقى عكسي تام. اتفقنا معامل الارتباط ده بينحصر ما بين سالب واحد وايه تاني؟ وصفر. واضح كده؟ طيب قيمه ر قلنا دي معلومه مهمه قوي. احنا دلوقتي لما نجيب قيمه ر بعد كده في المسائل، قيمه ر دي هيديني شويه قيم هنفتكر نقولها برضو ناكد عليها. ر دي دايما لو زودت درجات على القيم انتوا مش هتعرفوها دلوقتي او مش هتفهموها الا لما ناخد مساله، فهناخد مساله عشان نقول اللي ديت خلاص، لكن يهمني دي اللي احنا قلنا عليها. اتفقنا انا عندي لو من 0 ل 4 بيبقى طردي ايه؟ ضعيف. من 4 ل 6 طردي متوسط. من 6 من 10 طبعا، من 6 من 10 لحد 1 طردي قوي. اتفقنا الواحد مش معانا اهو، اصغر منه مفيش شيء يساوي. هنا حطينا الأربعة والستة نفسهم 4 من 10 و6 من 10. اتفقنا ده اللي هو المتوسط. طب في حد مثلا يقول لا الأربعة نفسها ممكن تتاخد طردي ضعيف وهكذا، كل ده عادي، كل ده مباح. الأربعة من 10 خلاص مش هنقسم عليها نقول عليها ضعيف ولا متوسط، لأن زي ما اتفقنا كده لو جت لحد وسماها متوسط ضعيف الاثنين ماشيين صح وبياخد الدرجة، لكن هي مش هتيجي حاجة زي كده. طبعا ده كله واضح انه موجب في حالة اللي هو الايه؟ الطردي. طب العكسي؟ العكسي هو نفس الكلام بس اشارته بتبقى ايه؟ سالبه. واضحه كده؟ طب تعالوا نشوف كده مساله.
نشوف المثال ده. بيقول لك، ودي دايما تيجي في الامتحانات خلي بالنا، بيقول لك اختر معامل الارتباط الاقوى فيما يلي. مين الاقوى؟ ديت ولا ديت ولا ديت ولا ديت؟ طبعا في حد هيجي يقول طبعا الارقام السالبه دي حاجه صغيره والموجبه هي اللي تبقى اعلى. لا، هنا خلي بالكم الاشاره هنا ليها معنى واحد بس معايا. الاشاره لما تكون سالبه معناها عكسي، موجبه معناها طردي، ليس لها معنى اكتر من كده، ولا بتقلل القيمه ولا بتزود القيمه ولا اي حاجه، مالهاش اي علاقه. طب يبقى احنا هنتجاهل الاشاره دي خالص دلوقتي عشان اعرف مين الاقوى. الاقوى ده اللي احنا اتفقنا اللي هو يقرب من الواحد، كل ما يقرب من الواحد يبقى حاجه اقوى وحاجه كويسه. طيب اللي يقرب من الواحد ده اللي هو بين الستة من 10 والواحد، اقوى حاجه هنا انا عندي دي قليله قوي، دي ضعيفه، دي في النص، خلاص يبقى عندي في 8 من 10 و9 من 10 دول اكبر حاجه. طبعا ما حدش يقول لي الاشاره يبقى ده اكبر، اتفقنا ماليش دعوه بالاشاره خالص، يبقى ده اكبر حاجه معاه، ده اكبر حاجه. لكن الاشاره دي معناها ان هو عكسي، ملوش اي معنى غير كده. الاشاره معناها عكسي لكن ده اكبر حاجه، يبقى معامل الارتباط الاقوى هو ده. ماشي يا جماعه؟ طيب دلوقتي بقى نيجي نشوف، انا مثلا لو مديني جدول، هو دايما البيانات اللي اداني في جدول، او هيديني ارقام وانا احطها في جدول. اذا اداني جدول كتر خيره، ما ادانيش انا بحط الارقام وابتدي اعملها. فلو الراجل اداني كده جدول، اداني فيه مثلا عايز اعرف في علاقه بين حاجتين، درجه الانجليزي ودرجه الفرنساوي لاربع طلاب، فقال لي دي مثلا الامتحان ده كان من 10 مثلا، فقال لي هنا ده جايب 10 في الانجليزي و9 فرنساوي. ماشي كده؟ طيب ده جايب هنا 9 وده جايب هنا 7، ده جايب 8 وده جايب 9، ده جايب 6 وده جايب 5. والراجل بيسألني هل في علاقة بين درجة الإنجليزي ودرجة الفرنساوي؟ نحاول نفكر كده ونشوف في علاقة. دايما أنا بسأل كده مثلا وأنا أشرح لأي حد بسأله في علاقة، بيقول لي في علاقة. طب أقول له العلاقة دي جامدة ولا قليلة؟ فيبص كده 10 كبيرة و9 هو الامتحان من 10، فيقول لك العلاقة دي كبيرة. واضح كده؟ في نقطة بقى عشان نبقى إن شاء الله يعني متفقين عليها، إحنا في الإحصاء بالذات مش هنفتي في أي حاجة. احنا في الاحصاء ما بنعرفش اي شيء الا ابتدي اعوض في قانون، والقانون ده يطلع لي درجه، الدرجه دي اللي بحكم عليها. اما من نفسي كده هقول له اذا كان دي لا في علاقه، انا ما اعرفش في علاقه ولا فيش لسه، ما اقدرش احكم من الدرجات دي اسمها درجات خام لسه ما اتعاملتش معاها. لكن عشان ابتدي احلها بعمل جدول وابتدي اشوف بقى المساله دي ماشيه ازاي. لكن انا خلي بالي هنا دلوقتي انا عشان اعرف في علاقه ولا لا ما بعرفش الا بعد ما ابتدي اعوض في القانون اللي يبين لي فيه ارتباط او ما فيش ارتباط، في علاقه ولا فيش علاقه. فانا دلوقتي عشان احكم من دي كده ما اقدرش اقول له في علاقه ولا لا. يبقى احنا هنتفق على حاجه مهمه قوي كده في الاحصاء، مش هنفتي في حاجه ولا هنقول حاجه الا لما يكون عندي قانون وابتدي اعوض فيه واشوفه. طيب احنا دايما اي حاجتين يدوهم لنا كده، انجليزي فرنساوي احمد عمر اي حاجه، احنا دايما هنسميها س وص. فانا هسمي دي دايما س، خلاص بعد كده هكتب دي س وهكتب ديت ص. طيب انا عشان اعمل حاجه زي كده يا جماعه انا بعمل جدول، خلاص. طيب الجدول ده بيكون كده اهو، اي حاجه في الاحصاء بيديهاني بكتبها هنا تاني. الجدول بيديهوني بكتبه ده س وده ص، وبكتب فيه البيانات اللي هنا دي. يعني مثلا ده هنا 10، الس 10 بعديها 9 بعديها 8 بعديها 6، الصاد 9 بعديها 7 بعديها 9 بعديها 5، خلاص كده. وبجيب هنا س تربيع يعني هربع دوت اكتبه هنا، ص تربيع يعني هربع دوت اكتبه هنا، وهنا س ص. يبقى ده جدول بيتكون من كام خانه؟ 5 خانات، 1 2 3 4 5. تاني يا جماعه اي جدول يديهوني انا بكتب الجدول ده هو نفسه كده في اول خانتين. يعني الجدول ده لو 5 خانات يبقى انا عندي اول خانتين دول خلاص هو مديهمني ما بتعبش فيهم خالص. اوكي؟ س تربيع دي يعني بربع دي، فلما اجي اربع دي كده اهو 10 في 10 ب 100، 9 في 9 ب 81، 8 في 8 ب 64، 6 في 6 ب 36. طب ديت 9 في 9 81، 7 في 7 49، 9 في 9 81، 5 في 5 ب 25. وهجمع كل خانه من دول. س ص يعني بضرب دي في دي. 9 في 10 مثلا ب 90، 9 في 7 8 في 9 6 في 5 وهكذا. المفروض بقى اجمع كل خانه من دول، لما اجمع الخانه دي هيبقى اسمها مجموع س. تاني لما اجمع الخانه ديت يبقى اسمها مجموع س. طب لما اجمع الخانه دي مجموع ص، الخانه دي مجموع س تربيع.
هنا مجموع. كلمة مجموع أنا برمز لها بالرمز ده اللي هو سيجما. فدي اللي هنا ده هيبقى مجموع س. ده مجموع ص. هكتب بدلهم الجمع لما يجي، بس بقول لكم الخانة دي مين. هنا مجموع س تربيع. هنا مجموع ص تربيع. هنا مجموع س ص. خلاص كده؟ بعد ما اجيب دول كده اهوت كلهم هبتدي بقى نعوض في القانون اللي هستخدمه. القانون ده اللي هو ر. ر دي تعني ايه؟ تعني معامل الارتباط اللي هو بنسميه كده. كلمة معامل الارتباط يعني الرقم أو القيمة اللي بتدل على الارتباط. يبقى معامل الارتباط ده يعني القيمة اللي بتدل على الارتباط. طب ده هيساوي ايه؟ هيساوي نون. أول حاجة نون دي اللي هي ايه؟ نون دي اللي هي عدد الطلبة أو عدد الخانات. 1 2 3 4. يبقى أنا نون عندي دول. ادهاني كان بها، ما ادهانيش يبقى أنا ببتدي أجيب ايه؟ دول. يبقى نون دول عبارة عن عدد الخانات. طيب يبقى هنا نون وبقول له سيجما أو مجموع س ص ناقص مجموع س في مجموع ص على جذر. نفس الكلام اهو نون. هعتبر مرة هنا القانون ده كله سينات ومرة هنا كله صادات. فلو ده س في س فتبقى سيجما س تربيع ناقص مج س في مج س. لو كله سينات يبقى عشان نبقى حافظينها مج س بس الكل تربيع عشان مج س في مج س. تاني عشان اجيب دول هحول كل دول سينات. يبقى دي س ودي س فس في س بس تربيع. هنا مج س في مج س مج س تربيع. نفس الكلام هقول له نون برضو. واضح كده؟ لو دول كلهم صادات بقى يبقى صاد في صاد يبقى صاد تربيع ناقص مجموع صاد في مجموع صاد مجموع صاد الكل تربيع. ده القانون بعوض فيه وابتدي النون عندي هشوف بكام. مجموع س صاد اللي هي الخانه دي مجموع س اللي هي الخانه الاولى دي. هنا مجموع ص اللي هي الخانه الثانيه دي. هنا مجموع س تربيع اللي هي الخانه دي. مجموع س الكل تربيع يعني الخانه الاولى بس اربعها اللي هو اشوف هتطلع كام واربعها. هنا برضو نفس الكلام مج ص تربيع اللي هي الخانه دي. مج ص الكل تربيع اللي هي الخانه دي واربعها. تاني بقى عايز اعرف فرق بين الحاجتين. ايه الفرق بين بين دي ودي؟ دي باخدها منين؟ خلي بالكم اللي هي ديت والتانية دي الخانة الأولى وربعها اللي هي دي وربعها. طيب مج س تربيع اللي هي الخانة دي اللي تحت السين تربيع. لكن ديت الخانة الأولى وربعها. يبقى خلي بالكم افرق بين الاثنين دول عشان ما اتلخبطش. دي الخانه الاولى وربعها. دي الخانه اللي تحت السين تربيع. واضحه كده؟ طيب نشوف كده مثال. ادي مثال عندنا بيقول لنا من بيانات الجدول الاتي احسب معامل الارتباط لبيرسون بين قيم س وصاد وحدد نوعه. بيرسون ده مين بقى؟ بيرسون احنا عندنا اثنين علماء، واحد اسمه بيرسون وواحد اسمه سبيرمان. بيرسون ده عمل طريقه للحل وسبيرمان عمل طريقه للحل. ده بيجيب معامل ارتباط وده بيجيب معامل ارتباط. بيرسون اللي هو عندنا ده عشان يجيب معامل الارتباط ده خلاص كده ده لازم يكون بيانات، يكون ارقام. لازم يكون يا جماعه ايه؟ ارقام. اما سبيرمان قال لك لا، سواء ارقام سواء اسماء سواء صفات انا ممكن اجيب لك الارتباط ومعامل الارتباط. يعني لو انا عايز اجيب مثلا اطوال طول عالي قوي طول متوسط طول قليل اي حاجه فيها كلام او وصف مثلا زي النتائج في مثلا في الجامعه جيد جيد جدا ممتاز ضعيف. في الحاجه دي مين اللي بيجيبها؟ اللي هو سبيرمان. لكن بيرسون بيجيب لي ارقام بس. فادي المساله مثلا بيجي لي حاجه زي كده. ادي القانون اللي احنا قلناه من شويه ده لازم نكون حافظينه. بصوا بقى يا جماعه عشان احنا برضو متفقين. احنا اتفقنا الاحصاء دي عشان نكون كويسين فيها. هي الاحصاء عباره عن حاجتين، عباره عن قانون واله. استخدم اله عشان اجيبه. تاني الاحصاء يا جماعه الاحصاء عباره عن قانون اكون حافظه واله حاسبه اعرف اشتغل بيها. اذا عرفت الاثنين دول يبقى انا ضمنت الاحصاء. احنا عندنا دلوقتي اللي هو الباب بتاع الارتباط ده من الحاجات المضمونه 100%، ما فيهاش نقاش. يبقى ده باب مضمون والباب ده ان شاء الله درجاته بجبنه ما فيهاش اي اختلاف. واضح كده؟ فاحنا هنشوف
اريد القانون لازم احفظه، يبقى انت لازم قبل ما تحل دلوقتي او انت قبل ما تحلي لازم اكون حافظ ده كويس قوي واكتبه كذا مره، اكتبه على الغايب واعرف احل. طول ما انا ببص واحل يبقى انا مش هبقى كويس، لكن احفظه كويس قوي وابتدي احل هبقى 100% في الاحصاء. واضح؟ فانا اشوف الراجل اداني اهو الجدول اهو، لما يديني الجدول ده بعمل ايه؟ لما يديني الجدول ده ببتدي ان انا اكتب السين والصاد دايما بكتبهم. فانا بكتب لما اكتب، بصوا يا جماعه، عشان انا عقبال ما امشي هنا ممكن عينينا تزغلل وامشي هنا عينينا تزغلل، فدايما بنخبي كده ونكتب حاجه حاجه. يعني مثلا اكتب 2 و8، فاكتب هنا 2 و8 واخش على اللي بعده مثلا 1 و5 في الامتحان، 1 و5 عشان ما انساش، 4 و9، 4 و9. طيب 6 و12، يبقى انا عندي 6 و12. ها عندي 5 و9، يبقى عندي 5 و9. وبعد كده 3 و6، ادي 3 و6. طيب احنا دلوقتي عايزين نجيب س تربيع. س تربيع يعني ايه؟ يعني بربع ده. ص تربيع يعني بربع ده. س صاد يعني بضرب ده في ده. فتعالوا نشوف، تعالوا نربع الصف ده. 2 في 2 ب4، 1 في 1 ب1، 4 في 4 ب16، 6 في 6 ب36، 5 في 5 ب25، 3 في 3 ب9. طيب تعالوا نربع 8 في 8 ب64، 5 في 5 ب25، 9 في 9 81، 12 في 12 144، 9 في 9 81، 6 في 6 36. طيب نيجي نشوف بقى لما اضرب ده في ده. 2 في 8 16، 1 في 5 5، 4 في 9 36، 6 في 12 ادي 2 في 6 ب 12 معانا الواحد، 5 في 9 45، 3 في 6 ب 18. مطلوب بقى ان انا ابتدي اجمع كل خانه من دول هنا اهو وابتدي اعوض في القانون ده. واضحه كده؟ طيب تعالوا كده نجمع دول بقى، نشوف كل خانه بتبقى كام. طبعا مش هضيع وقتكم ونقعد نجمع قدام بعض على الآلة، انا جايبهم اهو. فدي عندي 21، نشوف كده هنا لون تاني. دي عندي 21، دي عندي 49، دي 91، دي طيب ادي الجمع بتاع كل حاجه من دول. طيب عايزين نشوف بعد ما جبت مجموع كل خانه، خلي بالكم كده دي الخانه بتاعت مجموع س، اجمع كل س هتديني الناتج بحطه في اخر خانه هنا. جمعت ص ال8 زائد ال5 زائد ال9 زائد ال12 زائد 9 زائد 6، بحط المجموع هنا. يبقى بجمع كل حاجه هنا وابتدي ايه احطها. طبعا خلي بالكم من حاجه، احنا عندنا في حاجات بتتحل بالاله كويس قوي وتدينا على طول الجمع. يعني دي بس هنعرفها في الاخر ان شاء الله بعد ما نكون كويسين في الدرس نفسه، ممكن ناخد بعد كده اللي بالاله. ماشي كده؟ يعني انا ممكن على طول احط بيانات الجدول في الاله، فالاله تديني على طول معامل الارتباط كامل ومن اول مره. وممكن بالاله على طول انا بكتب البيانات دول، وممكن ما اكتبهمش، بطلع على طول المجموع ده بالاله برضه. الاله على طول تديني مجموع س، مجموع ص، مجموع س تربيع، مجموع ص تربيع، مجموع س ص، كل ده بيطلع لي بالاله وهنبقى نشوفه كده على مهلنا. طيب اهم حاجه عندنا دلوقتي انا الجدول ده بنسبه 100% حاجه مضمونه، هيديني ارقام هربعها خلاص هجمعها، يعني قصص كلها حاجه بسيطه. بعد ما اعمل ده هبتدي ايه اعوض في القانون اللي احنا اتفقنا لازم نكون حافظينه. فانا عندي نون دي اللي هي العدد البيانات دي خلاص كده. اذا ما ادانيش انا بعد ادي 1 2 3 4 5 6، المفروض 6 خانات كده لس وص. فانا عندي هبتدي اقول له اهو ر بيساوي، عندي النون بكام قلنا؟ ب6. مج س ص يعني الخانه او مجموع س ص، الخانه بتاعت س ص دي اللي هي 192، يبقى بضرب في 192 ناقص سيجما س في سيجما ص اللي هي مجموع س في مجموع ص اللي هو اول خانتين جبناهم، 21 في 49، 21 في 49. طيب عندنا بقى هنا في جذر لوحده كده وجذر تاني مضروبين في بعض. ماشي يا جماعه؟ طيب هنا نون اللي احنا اتفقنا انها ب6، في خلي بالكم سيجما س تربيع يعني الخانه بتاعت س تربيع، اي حاجه منها هعتبرها الخانه بتاعت دي، فالخانه بتاعت س تربيع اللي هي 91 خلاص كده، ناقص الخانه بتاعت السين وربعها. الخانه بتاعت السين اهي 21 وربعها. نيجي تاني هنا نقوم ب6 اللي هو هعوض هنا في الخانه بتاعت الصاد تربيع، الخانه بتاعت الصاد تربيع 431 ناقص الخانه بتاعت الصاد وربعها، الخانه بتاعت الصاد وربعها 49.
طبعا في ناس بتجيب ده بالآلة على طول، مفيش أي مشكلة، بس احنا عشان لو ده مقالي أحل واحدة واحدة عشان ناخد درجات. فأنا عندي دي كلها أهو، طبعا أنا على طول بالآلة بحسبها 6 في كذا في كذا في كذا عشان ما نلخبطش نفسنا. أحسب دي الأول، أقول له يساوي أهو البسط ده بكام على طول؟ ماشي؟ البسط عندنا 123 وعندنا الجذر الأولاني ده الناتج بتاعه كله اللي جوه ده لوحده 105 والجذر الثاني 185. دي بقى ممكن نحسبها بالآلة على طول، هي 123 على في الزرار اللي هو مكتوب بالآلة اللي هو دي كده اهو، اخليها بص على مقام واكتب ده فوق في جذر كذا في جذر كذا، دول مضروبين في بعض. واضح؟ الناتج النهائي كله على طول هيطلع لي 8 8 3 علامة عشرية. واضح كده؟ ده كده يبقى انا طلعت ايه؟ معامل الارتباط. الراجل بيقول لي احسب معامل الارتباط لبيرسون وحدد نوعه. النوع ده احنا اتفقنا يا اما طردي يا عكسي حسب الاشاره. لو موجب يبقى طردي، لو سالب يبقى عكسي. طبعا ده طلع لي موجب يبقى النوع طردي. واضحه كده؟ طيب هنشوف كده مثال تاني. عندنا مثال 4. نشوف يا جماعه، بيقول لي لدراسه العلاقه بين الكميه المعروضه صاد من سلعه ما، يبقى صاد دي كميه معروضه والسعر السعر ده س بالجنيه. خلي بالكم من دي عشان دي ساعات بتيجي بال100 جنيه بال1000 جنيه، هو محددها لي هنا الحاجات اللي مديهاني دي بالجنيه. ساعات بيطلبها في الاخر بال100 جنيه، ساعات بال1000 جنيه، وساعات يديهاني هنا بال1000 وعايزها بال100 فاضرب في 100 وهكذا. هنشوفها لما تيجي. احنا طبعا ان شاء الله بناخد الدرس دايما في الحصه خلاص، وبناخد بعدها حصه حل تمارين ان شاء الله. فهنشوف ونظبط. احنا هنا هناخد ان شاء الله اللي هو معامل الارتباط بتاع بيرسون وسبيرمان، وبعدين هنحل على الاثنين ان شاء الله غالبا يعني. طيب بيقول لي هنا اهم حاجه كانت البيانات اهي قدامنا. اوجد معامل ارتباط بيرسون بين الكميه المعروضه والسعر اللي هو بين س وصاد يعني. طبعا ساعات بيجي يقول لي هنا معامل ارتباط بيرسون وساعات يقول لي معامل الارتباط الخطي. الاثنين حاجه واحده، يا اما يقولها هو اسمه معامل الارتباط الخطي، ده الاسم بتاعه. بيرسون ده اسم العالم، فانا ساعات اسميها كده وساعات كده. ساعات في الامتحان يقول لكم اوجد معامل الارتباط الخطي، خلاص عارفين ان هو بيرسون. وساعات اوجد معامل ارتباط بيرسون باسم العالم. واضحه كده؟ طيب نفس اللي احنا قلناه مفيش اي مشكله عندنا. هنعمل حاجه. هعمل ايه؟ هبتدي اكتب البيانات س وصاد دي، اكتبها عندي هنا الاول. فهخبي كده زي ما اتفقنا وهكتب 9 و1 6 و3 3 و4 7 و2 7 و2 معلش سوري. طيب يبقى هنكتب هنا 7 و2 وهنكتب 1 و6 وهنكتب اخر حاجه 4 و4. اتفقنا. بعد كده هنعرف بالآلة على طول بتديني الحاجات اللي تحت كده من غير ما اكتب ده كله، بس هنا عشان نتدرب عليها. عايز س تربيع، انا هربع الصف ده، ف9 في 9 ب81، 6 في 6 ب36، 3 في 3 ب9. طبعا احنا شغلنا كله بالآلة. حتى لو انت كويس على طول وهتعمل الكلام ده كله، لا، نصيحة في الإحصاء كله آلة. مخنا كويس وكل حاجة الحمد لله، بس الشغل بالآلة. لأن ساعات احنا لو سرحت مننا رقم هنا باظ، معامل الارتباط هيطلع حاجة تانية. فتشتغل بالآلة ونعتمد على الآلة في الإحصاء. الإحصاء هي آلة. الإحصاء تاني حفظته آلة وقوانين. طالما عارف القانون واعرف استخدم الآلة يبقى ضمنت الإحصاء بنسبة 100%. طيب نكمل. هقول له 7 في 7 ب49، 1 في 1 ب1، 4 في 4 ب16. طيب الخانة بتاعت الصاد هربعها، 1 في 1 ب1، 3 في 3 ب9، هنا 16، هنا 4، 6 في 6 ب36، 4 في 4 ب16. س صاد انا هضرب الخانتين دول في بعض، 9 في 1 ب9، 3 في 6 18، 3 في 4 ب12، 7 في 2 ب14، 1 في 6 ب6، 4 في 4 ب16. يبقى احنا محتاجين دلوقتي ان احنا نجمع بقى شويه الخانات دي. واضح كده؟ طبعا برضو انا جامعهم على طول عشان ما ناخدش فيهم وقت. فالخانه اللي تحت دي 30، دي 20، 192، 82، 75. طالما عملت الجدول دي نص المسألة خلصت. هبتدي اعوض في القانون اللي احنا حافظينه، ولازم نكون حافظينه زي اسمنا.
هبتدي اقول له ر بتساوي ر دي بتساوي ايه؟ ر بتساوي نون هنا بكام؟ 1 2 3 4 5 6. نون هنا بستة، طبعا مش كل مره بستة، هي حسب عدد الايه؟ خانات الجدول. في سيجما س ص الخانه بتاعت س ص، دايما هعتبر نفسي دي بقول الخانه بتاعت كذا، هي مجموع س ص يعني الخانه النهائيه بتاعت س ص اللي هي دي اللي هي 75 ناقص مجموع س في مجموع ص اللي هي اول خانتين 30 في 20. 30 في 20. طيب تحت اول جذر اهو وتاني جذر اهو. هنا نون اللي هي 6 برضو في الخانه بتاعت س تربيع اللي هي 192 ناقص الخانه بتاعت س مربعه اول خانه 30 تربيع. وخلي بالي تاني يا جماعه على الفرق بين دي ودي، دي الخانه بتاعت الس تربيع على طول، الخانه بتاعت الس تربيع، اما دي الخانه بتاعت السين وربعها اللي هي اول خانه خالص وربعها. ماشي كده؟ نون هنا برضو ب6 في الخانه بتاعت الصاد تربيع 82 ناقص الخانه بتاعت الصاد وربعها، الخانه بتاعت الصاد 20 وربعها يبقى 20 تربيع. طبعا برضو مش هنضيع وقت عندنا، هنحسبها على طول بالآلة الحاسبة ورا كده تطلع سالب 5 8 9 علامة 20. ده كده الارتباط. طبعا برضو بيقول لي مبينا نوعه. النوع هنا طالما ده سالب يبقى النوع ايه؟ النوع عكسي. طب هنا بقى لو جه قال لي الدرجة اللي هي قوي ولا ضعيف ولا متوسط؟ طبعا 9 وشوية اهو يبقى الدرجة قوي، يبقى عكسي قوي. مش كده يا جماعة؟ طيب لو احنا ممكن نشوف كده برضو حاجة تانية، طبعا متهيألي كل ده حاجة سهلة خالص مفيهاش أي مشكلة. ساعات بقى بيجي لي أمثلة زي كده، الراجل مش هيديني الجدول وهيديني دي جاهزة على طول. وبنسبة كبيرة جدا 90% دي بتيجي حاليا في الامتحانات عشان اختر مش هيدينا إن احنا نعمل الجداول دي كلها إذا كانت جاية مقالي. لكن طالما اختر بيدينا على طول دي جاهزة وابتدي نعوض في الإيه؟ في القانون. الراجل بيقول لي احسب معامل ارتباط بيرسون بين س وص من البيانات التالية. طالما اداني البيانات جاهزة يبقى الراجل ده كتر خيره بيديني كل حاجة، يا دوبك حاجة مقشرة كده إن أنا أعوض في القانون وأجيب الدرجة. خلاص كده أجيب الناتج وآخد الدرجة كاملة. فأنا بقول له ر بيساوي القانون بتاعنا نون سيجما س ص ناقص سيجما س سيجما ص على جذر، عشان ما ننساش نفس الكلام بس اخليه كله سينات. يعني نون لما اقول س في س لو كلها سينات يبقى سيجما س تربيع ناقص لو سيجما س في سيجما س يعني سيجما س تربيع، يعني دي كده الكل تربيع. نفس الكلام بس صادات، يبقى نون صاد تربيع ناقص صاد الكل تربيع. اوكي؟ وابتدي اعوض. نشوف بقى نون بكام، هتلاقي الراجل مديها لنا نون ب8. يا راجل بيقول لي كل حاجه عندك اهو ابتدي اعوض، بس مجرد ان انا بعوض في سيجما س ص اللي اهي 145 ناقص سيجما س في سيجما ص اللي هي دي في دي 33 في 24. طيب هنا الجذر الاولاني نون بكام؟ نون احنا قلنا نون ب8 في سيجما س تربيع اللي هي دي 220 ناقص سيجما س الكل تربيع، يعني ديت وربعها اللي هي 33 تربيع مضروبه بقى في الجذر الثاني 8 برضو سيجما ص تربيع اللي هي ديت اللي هي 106 ناقص سيجما ص الكل تربيع، ص الكل تربيع اللي هي السيجما اهي 24 وربعها. طبعا برضو بالآلة ابتدي اجيبها عشان ما اضيعش وقتكم. بالآلة هتطلع لي 1 6 8 كده. الراجل عايز ايه بالبيت؟ عايز النوع او عايز حاجه؟ ما طلبش مني الا ده بس، عايز معامل الارتباط. لكن احنا لو حبينا نجيب النوع طالما ده كده موجب يبقى النوع طردي. لو عايز الدرجه قوي ولا ضعيف ولا متوسط، طبعا ده 8 يعني طردي قوي. ممكن على طول بكتب له طردي قوي. واضحه يا جماعه؟ طيب حاجه بسيطه بس فاضله، حاجه اسمها شكل الانتشار. ايه شكل الانتشار ده بقى؟
بيقول لي شكل الانتشار ده خلاص احدى الطرق المهمه اللي بتساعدنا على التعرف على درجه العلاقه، يعني قويه ضعيفه، في ارتباط ما فيش ارتباط، خلاص بنعرف منه من شكل الايه الارتباط. وفي تعريف تاني بيقول لي شكل الانتشار ده اسمه شكل الانتشار، هنعرف يعني ايه تمثيل بيان العدد من الازواج المرتبه. يعني ايه الكلام ده؟ مش هو كان بيديني جدول من شويه؟ بيديني جدول كده اهو، في هنا س وصاد، ومديني شويه الحاجات دول مثلا 1 و2 3 4 لو 5 و6 وهكذا. دي تبقى ازواج مرتبه، يعني ممكن اكتب الواحد و2 دي 1 و2. اجي عند الواحد مثلا واطلع عند الاثنين اللي هو الرسم بيان العادي المعتاد بتاعنا 3 و4، اجي عند 3 واجي واطلع عند 4. المهم النقط دي بتتمثل اهي كده اهو. دي مثلا 1 2 3 4 5 6 7 نقط اهم. دول 1 2 3 4 5 6 7 نقط. دول شويه نقط ايا كان عددها. بيقول لي لما يكون كده النقط كلها قريبه من خط مستقيم كده او قريبه من خط مستقيم كده يبقى في ارتباط. لو كلها منعكشه كده بعيد عن بعض ما اقدرش اوصل انهم قريبين من خط مستقيم يبقى مفيش ارتباط. يبقى تاني انا لو عندي كده النقط طلعت مفركشه كده مش كلها كده جايه ناحيه خط، يعني بصوا كده كلها جايه ناحيه الخط، في 4 مروا بالخط وفي شويه جنبه، في شويه على الخط وشويه جنبه. المهم انها تكون كلها قريبه من خط واحد. لما الاقيها قريبه من خط واحد كده يبقى انا عندي فيه ارتباط. مفيش ومنعكشه يبقى مفيش ارتباط. طب كده عرفت مفيش ارتباط. طب لو في ارتباط بقى ادي الشكل اهو. لو هي مايله يمين كده اهو في اتجاه اليمين يبقى دوت طردي. لو في الاتجاه الشمال مايله كده يبقى الاتجاه العكسي. في ناس بتقول لي شوف الخط كده وانا ماشي من ايدي الشمال لليمين، يعني من الشمال لليمين كده الاقي ايدي بتطلع لفوق على الخط اهو يبقى ده طردي. لو انا ماشي من الشمال لليمين لقيتها بتنزل لتحت كده مع الخط ايدي بتنزل لتحت وهي ماشيه، يعني ماشيه وبتنزل لتحت يبقى دوت عكسي. اي طريقه من الاثنين. انا بفضل كده ان انا بشوف الخط ده مايل كده ولا مايل كده. لو مايل كده اوكي يبقى دوت ايه طردي، لو مايل العكس كده يبقى دوت عكسي. واضح يا جماعه؟ ده بالنسبه لشكل الايه الانتشار. طيب بيقول لك اهو وضح نوع الارتباط الذي يمثله شكل الانتشار. خلاص كده؟ طبعا هنا في ارتباط كلها كده واضحه انها ايه قريبه من خط، وهنا في ارتباط هنا وهنا. ده مفيش ارتباط. اوكي؟ ده في ارتباط لا كلهم قريبين من منحنى اهو، في ارتباط بس مش خطي. يبقى ده ارتباط مش خطي، ليس ارتباط خطي. بنسميه ارتباط غير خطي. هنا في ارتباط ماشي شمال اهو يبقى ده ارتباط ايه؟ عكسي. هنا في ارتباط ماشي كده ناحيه اليمين يبقى ده ارتباط طردي. واضحه كده؟ هنبص كده اهو. شوف كده الاجابات. بيكلمني على نمره 1 اللي هي دي. بيقول لي شكل الانتشار ده بيمثل ارتباط ايه؟ طردي. ماشي يا جماعه؟ يبقى ده ارتباط طردي. ليه؟ لان معظم النقط تنتشر حوالين خط مستقيم وبيميل جهه اليمين، يعني ميله موجب. طالما بيميل ناحيه اليمين كده كده هو ده بقى ميل اسمه ميل موجب. خلاص كده؟ وده بيبقى طردي. الشمال ده كده بس اسمه ميل سالب. ميل الخط المستقيم اللي احنا خدناه في اعدادي وفي ثانوي وفي اولى ثانوي، الميل يا اما كده ميل موجب يا اما كده ميل سالب. واضح كده؟ يبقى قلنا ده طردي، ده عكسي، ده غير خطي، ده لا يوجد ارتباط اصلا. فنفس الكلام اللي هو هنا احنا هنا ايه بنقوله. واضحه كده؟ طيب كده احنا اتفقنا ان احنا خدنا شويه الحاجات ديت كده اهو والدرس كده اهوت، وهنبتدي بعد كده ان شاء الله ناخد المره الجايه تمارين. طب احنا غالبا ان شاء الله هنبتدي ناخد الدرس اللي هو بتاع سبيرمان. خلاص كده؟ وبعد كده ناخد على الارتباط كله شويه تمارين. خلاص؟ واحتمال ممكن ندي على ده لوحده وده لوحده زي ما انتم تطلبوا، لكن هنشوف. اهم حاجه ما ننساش ان شاء الله ندوس لايك عشان العمليه تزيد وتبقى كويسه ان شاء الله والناس كلها تعرف، ونشترك في القناه ان شاء الله، وندوس على الجرس عشان يجي لنا تنبيهات ان شاء الله ان في حلقات جديده نزلت. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.